المخ بالعمل ما هو توسلوا. حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صحيح: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء الناس، عندما كان يخرج من داره إلى المسجد. نعم. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. طيب بابا. هذا توسل. نعم. طيب، هذا مسند الإمام أحمد بن حنبل، المجلد 28 صفحة 478 بتحقيق شعيب الأرناؤوط. إخواني، حديث عثمان بن حنيف. لاحظوا ماذا يقول: حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي جعفر قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ادعوا الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك. الرسول يقول له: وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. فقال: ادعه. قال: ادعو يا رسول الله. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. التفتوا أعزائي، هل رسول الله هنا يعلمه الشرك؟ نعوذ بالله. ما هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ التفتوا ماذا يقول: أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد. التفتوا إلى هذا المقطع، لم يقل له قل يا الله. أعزائي التفتوا جيدا: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي، اللهم شفعه في. لاحظوا أعزائي، هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. أعزائي، ننتقل من القرآن لنجد أدلة في السنة تبيح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كتوسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. الدعاء الوارد في حديث الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في. يسأل: هل يمكن الدعاء به توسلا بالإيمان برسول الله وحبه لا بشخصه، أم أن تركه أفضل؟ أقول اتباع ما هو أوسع وأعم أفضل، مثل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وإن دعا أحد باللفظ الوارد عن رسول الله في تعليمه للأعمى جائز أيضا، وإن كان الأولى ما ذكرت، والله أعلم.